بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد عثمان، وده الفيديو رقم 1 في سلسلة CCNA Exam Preparation. والنهاردة هناخد ال OSI موديل ونشرحه بالتفصيل. نعرف إيه عن ال OSI موديل؟ نقول إن ال OSI موديل هو نموذج تعليمي بيقسم عملية الاتصال بين جهازين ل 7 لاير. ليه 7 لاير؟ عشان عملية النتورك كوميونيكيشن معقدة جدا، وتقسيمها لأجزاء بيخلينا نفهم وظيفة كل جزء بسهولة أكتر. لو عندنا ده السورس، فالسورس الداتا هتنزل كده من 7 لاير، من لاير نمبر 7 للاير نمبر 6، 5 4 3 2 1، وتروح للديستنيشن تطلع كده من لاير 1 اللي هو الفيزيكال لاير، للاير 2، للاير 3، للاير 4، للاير 5، للاير 6، للاير 7. وعشان الموضوع يبقى أبسط هنحاول نضرب مثال. المثال ده كلنا طبعا مرينا بيه أو استخدمناه، إن إحنا بنفتح متصفح على النت، وليكن مثلا أي ويب سايت. فأنت جهازك الجهاز الهوست بتاعك هو يعتبر السورس، والجهاز التاني وليكن الويب سيرفر يعتبر الديستنيشن. ونشوف عملية الكوميونيكيشن ما بين الاتنين. الاو اس اي موديل ازاي هيوصفها وازاي هيقسمها لسيفل لاير عشان تبقى مور كومبريهنسيف. هنروح للسورس. الراجل اللي قاعد على النت عايز يتصفح ويب بيج، فهيبعت HTTP request. يبقى الابلكيشن لاير هيبعت HTTP request. ده اللي هيحصل في الابلكيشن لاير عند السورس. تاني حاجة لاير 6 اللي هو البرزنتيشن لاير. ده ازاي الداتا هتتبعت. هل هتتبعت مثلا فيها انكريبشن، فيها انكودنج، فيها مشفرة مش مشفرة. دي طريقة ازاي الداتا هنبريزنت الداتا. والسيشن ازاي نمانج الدايلوج ابلكيشن ما بيننا وما بين الويب سيرفر. الطريقة نفسها السيشن اللي بتتفتح دي هنعمل لها مانجمنت ازاي. فباختصار يعني اول 3 لاير اللي هم لاير 7 و6 و5 دول بيتعاملوا مع داتا، رو ماتيريال الداتا نفسها. ودول بيعبروا عن مرحلة تجهيز الداتا إن هي تتنقل عبر الشبكة. اتجهزت في الثلاثة لاير الأولانيين عند السورس اللي هم لاير 7 لاير 6 لاير 5. هتروح الترانسبورت لاير، يبدأ يحط عليها هيدر تي سي بي أو يو دي أو يو دي. إيه التي سي بي وإيه اليو دي بي؟ التي سي بي ده بروتوكول، اللي هو واليو دي بي ده بروتوكول. التي سي بي كونكشن اورينتد بروتوكول، لكن اليو دي بي كونكشن ليس اورينتد بروتوكول. الداتا المهمه جدا هتتنقل عن طريق التي سي بي، لان كل ما يبعت داتا للديستنيشن لازم يتاكد ان هي وصلت للديستنيشن قبل ما يبعت الجزء اللي فاضل. لكن اليو دي بي كونكشن ليس اورينتد بروتوكول، هيبعت الداتا كده كده من غير ما يتاكد.
وده سريع عشان ما بيستناش انه يتأكد. فعشان كده بيستخدم في الفيديو والستريمينج، وطبعا في الفويس اي بي. يبقى هنا داتا هيتحط عليها تي سي بي او يو دي بي، اللي هي الطريقه اللي احنا نتفق عليها ان احنا ننقل الداتا ما بيننا وما بين بعض، هي ديستنيشن، اتحولت لسيجمنت. يبقى في الترانسبورت لاير احنا بنتعامل مع سيجمنت. يبقى داتا زائد تي سي بي او يو دي بي حاجه اسمها سيجمنت. يبقى يقول لك البي دي يو بتاعت لاير 4 ايه، تقول له سيجمنت. وداتا زائد لاير 4 هيدر هتبقى سيجمنت. نروح لنتورك لاير، نازل له سيجمنت من ترانسبورت لاير، هيحط التاتش بتاعه او الهيدر بتاعه اللي هو اي بي ادرس، تتحول على طول لباكيت. يبقى سيجمنت بلس اي بي تساوي باكيت. يعني السيجمنت تدخل على النتورك لاير، يحط لها لاير 3 هيدر، تتحول على طول لباكيت. والباكيت نفس الحكايه، تيجي على الداتا لينك لاير، هيضيف عليها التاتش بتاعه اللي هو لاير 2 هيدر، اللي هو الماك ادرس، تحول لحاجه اسمها فريم. يبقى البي دي يو بتاع الداتا لينك لاير فريم، والبي دي يو بتاعت النتورك لاير باكيت، والبي دي يو بتاعت ترانسبورت لاير سيجمنت. نروح للفيزيكال لاير اللي هو لاير 1، جاي له الفريم، هيحوله لبيتس او الكتريكال سيجنال عشان تسافر ثرو نتورك للديستنيشن. ما الالكتريكال سيجنال هي اللي هتسافر للديستنيشن ثرو نتورك، لان الفيزيكال لاير بيحولها لالكتريكال سيجنال بالمنظر ده او 101، تمشي ثرو كيبلز للديستنيشن. عملية إضافة الهيدر هنا عند السورس بنسميها انكابسوليشن. انكابسوليشن، كل ما ننزل على لاير نضيف الهيدر بتاعه، وننزل على اللاير اللي بعديه نضيف الهيدر بتاعه، وهكذا. دي اسمها انكابسوليشن، اكن كل هيدر بيحط كبسولة، اكن كل لاير بيحط كبسولة، فبقت اسمها انكابسوليشن. العكس تماما هيحصل في الديستنيشن، هيحصل عملية اسمها الدي انكابسوليشن. هنفك الهيدرز، يعني عندك الفيزيكال لاير بتاع السورس بعت السيجنال، هتروح للفيزيكال لاير بتاع الديستنيشن اللي هو لاير 1 عند الديستنيشن، هيبدأ ال NIC يستقبلها اللي هو كارت الشبكة بتاع الويب سيرفر، يحولها لفريم عند الداتا لينك. الفريم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماك ادرس زائد باكيت. هندروب الماك ادرس
ما دي انكابسوليشن. هندروب الماك ادرس فتروح للنتورك لاير باكيت. النتورك لاير راحت له الباكيت اللي هي البي دي يو بتاعته. الباكيت دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيجمنت زائد اي بي. هندروب الاي بي تطلع الترانسبورت سيجمنت. السيجمنت دي عباره عن تي سي بي اور يو دي بي هيدر زائد الداتا. هندروب التي سي بي اور اليو دي بي هيدر تطلع الداتا للويب سيرفر زي ما كانت. يبقى كده عند السورس بنعمل انكابسوليشن، بنضيف هيدرز، تتنقل الداتا تروح للديستنيشن، نعمل حاجة اسمها دي انكابسوليشن ونشيل الهيدرز. كده السورس بعت الداتا بتاعته من اول لاير 7 ولاير 6 ولاير 5، توصل بعد ما تطلع في كل اللايرز هنا، توصل في لاير 7 ولاير 6 ولاير 5 عند الديستنيشن داتا برضو. وده اللي الاو اس اي عمله، انه لخص لنا او حول، قسم لنا اللي بيحصل في النتورك لاجزاء عشان يبقى الموضوع بسيط وسهل في الفهم. وكده يبقى احنا خلصنا الاو اس اي موديل، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.